في رمضان كامل نحبوا نوعوا في المملحات وتتلفنا واش نديروا. على هذه اللي ما جبت لكم هاد لي ميني باكات بلا موسطاطون يجيو كراف بنان هايلين وبريزونطابل يحمروا لكم وجهكم قدام ضيافكم. نبداو بالعجينه اللي نحتاجوا فيها 250 غرام تاع الفرينه، 125 غرام مارغرين تكون طريه. انا ندير مارغرين ديما هي اللي نعتمد عليها في حلوياتي وطيابي على خاطر بنينه وهايله. ندير رشه تاع الملح، اعشاب عطريه، نخلط مليح هذا الخليط بيدي حتى تدخل لي المارغرين مليح في الفرينه. ومن بعد نروح نلايم العجينه تاعي بحبابي اللي تكون بارده، وندير تاني شويه تاع الماء. واهم حاجه باش تنجح لي العجينه ديالي هي اني العجينه تاعي نلمها بلا ما نعجنها، بالكو تعجنوها. ومن بعد نروح نجيب لي مول تاع لي باركات اللي راح ندير فيهم لي باركات التوعي، ونبدا نشكل في العجينه فيهم عادي. هنا شوفوا كي تخصكم العجينه زيدوا، كي تبقى لكم هذيك الزياده نحوها بيدكم عادي. ندير لهم ثقوب بالفرشيطه، ندخلهم للمجمد حوالي 15 دقيقه، ومن بعد نطيبهم على 180 درجه. وبعد ما يطيبوا لي نديموا ليهم ونخليهم يبردوا، ونروحوا نديروا لا موساطون اللي عندي لهنا اون بواط على كريم فريش اللي مكتوب فيها 35% ماده دسمه، تكون خاصه بالطبخ والحلويات. نطلعها مليح بالباطور، وباش تطلع لكم لا كريم فريش تاعكم لازم تكون بارده. نطلعها مليح حتى لازم كي نقلب الاناء ما تطيحش، تقعد في الاناء. ومن بعد نضيف عليها قطعه تاع الجبن، ونضيف عليها حوالي علبه تاع الطون، ونكمل نخلط بالباطور. ومن بعد نعمر لاموس اللي نتحصل عليها داخل لابوش، ونروح نعمر بها هذوك لي باركات اللي كنت ديموليتهم وكانوا بردوا. وبعد ما نكمل نعمرهم نروح نزينهم. هنا شوفوا بعد ما عمرتهم ندير لهم نص تاع طون ونص نديرو بالفرماج غابي. وفي الاخر كامل هكا باش نزيد لهم ان كولور ونزيد لهم لمسه الشابه، ندير لهم حبيبات تاع الزيتون في الوسط مع وريقه تاع المعدنوس. وشوفوا لي النتيجه كيف جاو من اروع ما يكون، خفاف بنان وبريزونطابل. لازم تجربوهم في هذا رمضان.